لعبة الحوت الأزرق تسجل ثالث ضحية لها بولاية سطيف، ومرة أخرى ببلدية صالح باي. يتعلق الأمر هذه المرة بطفلة قاربت 17 من العمر، والتي أدمنت لعبة الحوت الأزرق وتفاعلت مع التطبيق إلى أن أقدمت على تناول كمية من الدواء، وقامت أيضا بتمزيق ذراعيها بسكين وفق ما تقتضيه اللعبة التي حيرت الجميع. حد الآن 3 ضحايا، واحدة هنا في عين سونتر وزوج بالضواحي، واحدة في صالح باي وواحدة في معفر. بصفتي مسؤول يعني على الأطفال وكيف اليتيم، نوجه النداء الآباء والمسؤولين والأولياء باه يتخذوا قرارات ويتخذوا احتياطاتهم على جال الأولاد، لأنها لعبة خطيرة جدا، وأنا شايفين المصير تاعها كامل هي لعبة الموت، تحدي الموت. الحوت الأزرق هذا 3 حالات في ولاية سطيف، يعني تنبئ بالخطر الذي يتربص بأبنائنا. اللعبة أخذت أبعادا خطيرة وسط صمت عدة جهات مطالبة بالتحرك. لازم نكون احنا كامل في المسؤوليه هذه، كاطار التعليم والمجتمع المدني وائمه وكامل لازم نكونوا نوعيوا الاطفالنا ونحذروهم من هذه اللعبه. الحاله الوحيده التي نلجا اليها هي ابعاد التلاميذ بقدر المستطاع عن هذه الالعاب مهما يكن. الحاله الثانيه لابد من الائمه ان يقوموا بدورهم في المساجد. الحاله الثالثه وهي الأهم وهي المدرسة، مهما تكون المدرسة تلعب الدور تاعها في هذه الحالة. ليست إشاعة ولا مبالغة، الحوت الأزرق يسجل ثالث ضحية له بولاية سطيف. هذه المرة طفلة نجت من الموت بأعجوبة، وهي الآن تخضع للرعاية الطبية. والمحير الحالات ال3 وقعت بمنطقة واحدة بجنوب ولاية سطيف، فمتى يا ترى يتوقف هذا النزيف؟ سمير مخربش من منطقة معفر ببلدية صالح باي للشروق نيوز.